مش عاجبني ابدا حملة التشكيك سواء في مجلس الإدارة بقيادة كابتن خطيب أو على اللعيبة أو لأنه لو حضرتك ناسي أنه رئيس النادي ده كابتن محمود الخطيب اللي قاد النادي إلى انتصارات خيالية إفريقية ومحلية وعربية ودولية، وأنه النادي الأهلي عاش معاه أسعد وأمجد وأروع الأوقات. في كبوة، في مشكلة، في اخطاء، والبيان اللي طلعه النادي الاهلي بعد مباراه الترجي قال نعترف ان هناك اخطاء اداريه واخطاء فنيه، وقال انه جاري التصحيح. وانا بحاول اتصل بناس واحاول اعرف من ناس هم شغالين في هذا الاطار، ممكن يكونوا اتاخروا شويه، ممكن يكون جانبهم الصواب في بعض الصفقات، ممكن يكون جانبهم الصواب في بعض القرارات. بيحصل وحصل وهيحصل، لكنه من العيب انه تبدأ الحملة على شخص واحد. انا لا بحب الاشادة بشخص واحد، بتكلم تحديدا على الكابتن محمود الخطيب، لانه لما النادي بيكسب يبقى النادي كله كسب، مجلس الادارة بقيادة كابتن محمود الخطيب، الادارات المختلفة في النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، لاعيبة النادي الاهلي، الاجهزة الفنية للنادي الاهلي. ولما بيخسر كلهم بيخسروا، لا المكسب يصب في اتجاه الكابتن الخطيب لوحده، ولا الهزيمة تصب في اتجاه الكابتن الخطيب لوحده. ثم مش دايما انت تقدر تلاقي رمز. ميزة النادي الاهلي دائما وابدا انه عنده رموز، فلما تتكلم على كابتن صالح سليم فهو رمز، لما بتتكلم على الكابتن حسن حمدي فهو رمز، لما بتتكلم على الكابتن محمود الخطيب فهو رمز. هل معنى ده ان الرمز لا يخطئ؟ لا، يخطئ ويصيب لانه بشر، ياخد قرارات والقرارات تطلع خاطئة، وده عادي جدا. احيانا الامور بتبقى زيادة شوية، احيانا بتسدوا ودانكوا شوية، احيانا ما بتحبوش تسمعوا شوية، لكن لما تيجي فرصة انك تسمع وانك تصلح فده انك راجع على الطريق الصحيح، وده الاهم. انا الحقيقة بأبدي اسفي الشديد على الحملة اللي على النادي الاهلي واللي على الكابتن محمود الخطيب، لانه ما ينفعش، واللي على امام عاشور واللي على عدد من اللاعبين ما ينفعش. انت لحد قريب كنت تقول الكابتن خطيب ده يا سعدنا يا هنانا، كابتن خطيب معانا، كنت طاير من الفرحه بامام عاشور والاهداف اللي بيسجلها واللقطات اللي بيعملها، وانه بياخد احسن لعيب في مصر سنتين. عنده اخطاء وخد عقوبات، انتهت خلاص، خلي الدنيا تمشي بشكل جيد. في اخطاء في تعاقدات، في اخطاء في نواحي كان الاهلي ممكن يكون افضل منها بكتير جدا اداريا، لابد ان نعترف بهذا الامر. لكن فجأة نخون فلان ونخون علان، وفجأة على طول شغالين ضرب وقصف في ناس مهمة، ناس رموز، ناس كبيرة داخل النادي الاهلي، ناس ادت. كابتن خطيب ادى كلاعب وكعضو مجلس إدارة وكأمين صندوق وكنائب رئيس وكرئيس للنادي، وقدم الكثير والكثير. الأهلي يعني معاه ما شاء الله دايما كان الأهلي منور. أنا بس عشان بتكلم على الأهلي بس دلوقتي، لكن مع الخطيب زاد توهجا. سنة كبيسة على النادي الأهلي، سنة سخيفة على النادي الأهلي، سنة سيئة على النادي الأهلي، مفيش حد يقدر يقول غير كده. لكنه في النهاية أنت لازم تكون مساند، مش الدنيا انت ماسك. انا بطلع وبنقد وبقول وبحكي وبقول هنا وبقول في الاذاعه وبتكلم وبقول اخبار، لكن عمري ما اخدها ان انا افضل اخبط في ده واخبط في ده. لكنه رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، ده مش عيب، بالعكس تقولها. لكن فكره انك طول الوقت بقى عمال تخبط هنا وتخبط هنا وتبقى سعيد. ونمره 2 الحقيقه، وهذا هو المطلوب من النادي الاهلي، انه حافظ على اسرارك زي ما كنت بتعمل زمان. ما ينفعش انك تفضل واحد عن واحد، وده يقول كلام وده ما يقولش كلام، وده عنده خبر وده ما عندوش خبر. دي قصة صعبة، دي قصة صعبة جدا جدا. السلام عليكم. طيب يا جماعة، بغض النظر عن اي شيء، بكرة مباراة الاهلي والزمالك، النتيجة احنا بالنسبة لنا انا كاهلاوي داخل مباراة القمة دي بكل امانة، ومش فارق معايا كتير خالص. انا عايز اتفرج على النادي الاهلي يلعب بروح وحماس. بلاش نعشم نفسنا ان احنا ممكن نكسب مثلا الدوري او ان في امل، بلاش الكلام ده. احنا نلعب
للفوز والاداء المباريات الجيده الثلاثه وخلاص، وبعد كده ايا كانت النتائج فاللي يعمله ربنا هيكون. طيب دي نقطه، بلاش ضغوط وبلاش هجوم على اللاعبين وبلاش الكلام ده. نخش بقى في موضوعنا الاهم وهو الكابتن محمود الخطيب. يبدو ان شيئا ما يدبر للكابتن محمود الخطيب. ليه بقى؟ هقول لحضرتك. النهارده مرتضى منصور قال تصريح غريب جدا، انا يعني شايفه مش غريب قوي لما يربطه بالاحداث اللي حواليه. قال انا بوجه رساله للكابتن لمحمود الخطيب اخويا بعد ما اتصالحنا، هو قال كده بنفس النص والفيديو موجود على اليوتيوب. بقول له خلي بالك من نفسك عشان انت الفتحه بتاعتك اتقرت من زمان. ازاي يا عم مرتضى؟ قال لك انت كنت تعرف تشوف المذيع بتاع الكولتات الحرامي ويطلع يهاجم الكابتن محمود الخطيب قبل كده؟ كان يجرؤ ان هو يهاجمه قبل كده؟ عمرك شفت مثلا القنوات اللي شغاله دي وشويه العيال الصيع اللي بيطلعوا في البرامج الرياضيه على ان هم مذيعين او ان هم محللين وهم اجدع واحد فيهم معاه دبلوم صنايع وما بيفهمش حاجه في الكوره يطلعوا يهاجموا الكابتن محمود الخطيب اللي هو اسطوره الكره المصريه؟ النهارده اللي بيقول كلمه الحق قليل جدا، ممكن يتمنع ما يطلعش في اي قنوات رياضيه قبل كده. بنشوف ناس كانت بتتملق الاهلي حرفيا، كان نفسها ان اي حد من النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي يتكلم معاهم في التليفون، بس مش الكابتن محمود الخطيب. كانوا بيتكلموا عن محمود الخطيب بكل ادب وبكل احترام مهما كان. دلوقتي اصلا اقل عيل فيهم بيطلع يتكلم ويقول لك اصل الخطيب والقرارات وشويه عيال صيع ما يفهموش اي حاجه، بس هم لجان مدفوعه لهدف معين. الهدف ده يبدو ان هو يدبر للنادي الاهلي مش للخطيب بس، ولكن هم عايزين الاول يغتالوا رمزيه وحب وتقدير الناس للكابتن محمود الخطيب عشان ما يقدرش يترشح لنادي الاهلي تاني. وبغض النظر عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، النادي الاهلي غني بابنائه اللي يقدروا يدافعوا عنه ويقدروا يحافظوا على على النادي الاهلي كنادي وطني مش للبيع. النادي الاهلي غني بابنائه اللي يقدروا يقودوا مسيره النادي الاهلي للبطولات لمئات الاعوام. النادي الاهلي مش بس محمود الخطيب مع كامل التقدير والاحترام، النادي الاهلي جماهير ومحبين ورموز واساطير بتحمي النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي وعندها استعداد تعمل اي حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. احنا مش كبوة سنه ولا سنتين اللي هتخلينا نكره النادي الاهلي او ان احنا ما ندعمش النادي الاهلي ولا نقف جنب النادي الاهلي ايا كانت النتائج. يعني مثلا مش هنكون اقل مثلا من جمهور نادي تاني بيقعد 10 سنين ما ياخدش ولا بطوله ويقول لك سنظل اوفياء، ومفيش برامج بتطلع تقطع فيهم كده ولا تشن حمله كده ولا اي حاجه. ولكن السنه دي الاعلام كله اتفق على النادي الاهلي لان يبدو ان شخصا ما اصدر اوامر بكده ان لازم هجوم كبير على النادي الاهلي. انا مش هنكر ان في اخطاء من مجلس الاداره ساهمت في الوضع السيء الموجود فيه الفريق وخاصه فريق كره القدم. وانا بقول على فريق كره القدم مش بقول على النادي الاهلي كله، لان لما تدور على نتائج الفرق الاخرى في النادي الاهلي فالنادي الاهلي في كل الالعاب الثانيه مكتسح حرفيا كل البطولات، مكتسح اكتساح رهيب رهيب. 99.9% من البطولات في الالعاب الجماعيه الاخرى الاهلي واخدها بالكامل. حتى في كره القدم في المراحل السنيه فالاهلي واخد البطولات، معظم البطولات في المراحل السنيه الاهلي واخد حتى في كره القدم. وحتى السنه دي واخد بطوله السوبر. الفريق كره القدم الفريق الاول هو اللي نتائجه السنه دي مش حلوه ونتائجه سيئه ومن اسوأ النتائج في تاريخ النادي الاهلي. كويس؟ ولكن ده مش معناه ان النادي الاهلي كنادي كله فشل السنه دي، لا، فريق كره القدم فقط، وده راجع لمجموعه اخطاء عادي. حتى بيجي سنه من السنوات بيحصل دروب، بيحصل كبوه، بتحصل اخطاء، وفي النهايه سواء اللاعبين او اعضاء مجلس الاداره هم بشر بيحصل منهم اخطاء، اصل مش ملائكه يعني، مش كل القرارات هتبقى صحيحه، لا، قرارات اخطاء. المعصومين من الخطا كان الانبياء المعصومين، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام المعصوم من الخطا. كويس؟ لكن احنا كبشر لا، الملائكه معصومين، احنا كبشر مش معصومين، والا احنا موجودين على الارض ربنا سبحانه وتعالى
بيغفر لنا ذنوبنا بناء على اخطائنا، صح؟ فكل شخص طالما هو انسان وبشر هيخطأ، بس في خطأ عن عمد وفي خطأ عن غير عمد. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بيجتهد، ممكن يكون طريقة اجتهاده غلط، خلاص مفيش مشكلة، عادي يتعلم من اخطائه ويبدأ يعالجها تاني ويعود لمسيرة الصح تاني ان شاء الله.